في حلقة النهاردة أنا هعرض لحضراتكم واقعتين حصلوا في خلال ال 48 ساعة اللي فاتوا، وطبعا هعرض لحضراتكم الواقعتين بالصوت والصورة داخل الحلقة. الواقعة الأولى واللي هشاركها مع حضراتكم لست تم الاعتداء عليها من شاب، وهنشوف الفيديو ده بداخل الحلقة وكمان هنفهم تفاصيله، وهل الشرطة المصرية قدرت ان هي تمسك الشاب ده ولا لا. هنفهم كل ده. اما بالنسبة للواقعة التانية واللي برضو هشاركها مع حضراتكم، هو لعريس حصل في ليلة دخلته زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني كان موجود على تريسيكل والونش شايل الشاب والعروسة بتاعته. كمان هنفهم الواقعة دي لان حصل فيها كارثة، هنشوف الفيديو بتاعها وكمان هنفهم تفاصيله. علشان كده كملوا معانا الحلقة للنهاية، وياريت لو تحط لايك للفيديو. ودلوقتي علشان ما اطولش عليكم تعالوا بينا نشوف الواقعة الاولى مع بعض ونرجع مع حضراتكم نفهم تفاصيلها. زي ما حضراتكم شفتوا كده الشاب بيعتدي على سيدة وكمان بيضربها بقالب الطوب في دماغها زي ما حضراتكم شفتوا كده في الفيديو. ولكن تفاصيل الواقعة اللي حصلت دي حصلت في شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية. الشاب ده بسبب يعني في مقطع كده ما تمش عرض، ولكن احنا هنعرضه لحضراتكم دلوقتي علشان برضو نفهم القصة وايه اللي حصل فيها بالظبط. باختصار شديد، الشاب اللي حضراتكم شفتوه ده اللي هو كان بيعتدي على السيدة كان ماشي بالموتوسيكل بتاعه، والناس اللي هم متواجدين يعني في الدور الثالث او الرابع بدأوا ان هم طبعا يرموا المية عليه. طبعا هم مش قاصدين، ولكن يعني هم بيرموا المية، ولكن يعني ما شافوش الشاب ده وهو معدي، ولكن بالصدفة جات المية فوقيه. وطبعا اكيد دي مية غسيل، يعني مية وسخة زي ما بنقول حضراتكم. يعني دلوقتي السبب ان يعني كان ممكن ان هو يخلص باعتذار بسيط من الراجل اللي كان طالع من البيت ده، باعتذار بسيط للشاب ده، وان الست اللي رمت المية ما كانتش تقصد ان هي تعمل حاجة زي كده، وده كله يعني خارج ارادتها. كان الموقف ممكن يخلص بكلمة وان هو يقول له ان هو اسف، ولكن للأسف الراجل اللي موجود في المنزل بدأ يطلع الستات او الحريم اللي موجودة بداخل المنزل، وكمان بدأوا ان هو يعني يسيب الستات عليه لغرض ان هم اللي يحلوا الخلاف او ان هم اللي يتعاملوا مع الشاب. ولكن للأسف ده كان أول تصرف خاطئ من الراجل، زائد إن هو كمان يعني إن هو كان ممكن إن هو يعتذر للشاب ده ويخلص الموضوع، وكان الموضوع يخلص بدون أي حاجة. ولكن للأسف الحوار تطول إن الشاب ده بدأ إنه يمسك قالب طوب بالفعل، وبدأ إنه يضرب السيدة زي ما حضراتكم شفتوا كده. يعني السيدة وقعت وقعة ما قامتش من بعدها. يعني للأسف الشديد هي حالتها يعني علشان الطوبة جات في دماغها حالتها صعبة جدا، وطبعا تم نقلها على المستشفى. طبعا الشاب ده يعني من خلال الفيديوهين اللي احنا شفناهم في الحلقة، تصرف برضو اللي هو عمله يعني اتسرع فيه حبتين ان هو يضرب ست واللي طبعا في مقام والدته. ولكن طبعا يعني ده مش مبرر، اللي اتعمل فيه مش مبرر ان هو يعمل حاجة زي كده. ولكن للأسف هو ده اللي حصل في الواقعة الأولى، وطبعا لسه لحد دلوقتي برضو ما تمش الإجراءات القانونية في الواقعة دي.
ومن هنا بنروح للواقعة التانية. تعالوا بينا نشوف الفيديو للعريس والعروسة اللي موجودين في التريسيكل ونرجع نفهم تفاصيل الواقعة. الناس اللي واقفه اللي ما بتسقفش دي اللي فرحان العريس والعروسه يسقف لهم كده كده. بس ابو حموده احلى. رايح فين يا عريس؟ يجي الفيشاوي. زي ما حضراتكم شفتوا كده العريس والعروسة الونش شايل التريسيكل اللي موجودين فيه، وبدأ ان هو يطلعهم لفوق لدرجة عالية جدا. ولكن اللي حصل ان المقطع اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي هو مقطع طبعا مش كامل، ولكن نزل هنا على موقع تاني عن الخبر بتاعهم. زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة نزل ان الخبر ان حصل وفاة في الفيديو اللي حضراتكم شفتوه ده، لان العريس بالفعل وقع من على التريسيكل اللي كان موجود فيه. وبمجرد ما العريس وقع من على التريسيكل بدأت كمان العروسة ان هي يجولها يعني نوبة هستيرية من البكاء. وطبعا على حسب التفاصيل ان زي ما بيقولوا كده يعني جالها جلطة، يعني ان هي ما استحملتش المنظر، وان ده طبعا حب حياتها ان ده حصل في العريس بتاعها واللي هو ليلة دخلته، واللي هي طبعا ما تهنتش بيه. ولكن كل ده يعني عامة الواقعة دي حصلت في الاسكندرية تابعة لمحطة الرمل تحديدا، برضو علشان حضراتكم تكونوا عارفين الواقعة حصلت فين بالظبط وتقدروا كمان حضراتكم تبحثوا عليها. ولكن هنا انا عندي حاجة بسيطة جدا عاوز ان انا اضيفها لحضراتكم دلوقتي. يعني زي ما كلنا عارفين ان العريس والعروسة بيكون ليهم يعني ممكن فقرة او اتنين بالكتير بالفرح، وطبعا بتكون فقراتهم بسيطة جدا. ولكن هنا اللي حصل ان العريس لقى التريسيكل موجود والونش كان بيشيل حاجات، فبدأ بالفعل انه يجيله فكرة زي كده ان هو يعملها. ولكن هنا كان تصرف خاطئ بشكل كبير. بدليل ايه؟ بدليل ان ممكن يختل التوازن بتاع التريسيكل وبالفعل يحصل زي اللي حصل. دي حاجة. الحاجة التانية ان برضو يا جدعان زي ما حضراتكم عارفين ان الحسد موجود، وللأسف ممكن واحد من ضمن اللي موجودين في الفرح يقول لفظ كده ولا كده، وحضراتكم عارفين ان الحسد يعني موجود في حياتنا، وربنا اللي ذاكر ان الحسد موجود طبعا لقوله تعالى ومن شر حاسد اذا حسد. يعني الحسد موجود في حياتنا، وممكن انسان حاسد او انسان حقود يخلي عريس زي كده يقع في حاجة زي كده. وهي طبعا كل حاجة نصيب، ولكن برضو دي من ضمن الاسباب. طبعا انا بشارك مع حضراتكم الوقائع اللي زي كده لعل وعسى ان احنا نتعلم منها ونستفيد منها وما نكررش اخطاء غيرنا. يا ريت لو وصلت لحد هنا تدعم الفيديو ده باللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناة. اشوف حضراتكم على الف خير. سلام عليكم.